اختتمت بمديرية مزهر محافظة ريما اليوم دورة تدريبية في مجال تربية النحل وإنتاج العسل، نظمها الصندوق الاجتماعي للتنمية بالتنسيق مع مكتب الزراعة وفرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية بالمديرية. هدفت الدورة في 8 أيام تعريف 25 نحالا ونحالة من عزلتي بكال والمخلاف في المديرية بطرق تربية النحل وإنتاج العسل وكيفية الوقاية والمكافحة في هذا الجانب. وفي الاختتام أشار أمين عام محل المحافظة حسن العمري إلى أهمية تدريب النحالين بما يسهم في زيادة إنتاج العسل وتوعية شريحة النحالين بالمحافظة، وحث المتدربين من النحالين على تطبيق ما تلقوه في الواقع واستيعاب مضامين الدورة بما يسهم في رفع مستوى قدرتهم المعرفية عن تربية النحل وإنتاج العسل. وفي اختتام الدورة التي حضرها رئيس المكتب الفني بالمحافظة جلال درهم، أشار أمين محل المديرية عبد الله يوسف إلى أهمية تدريب النحالين بالطرق الحديثة لتربية النحل ورعايتها وكيفية الحفاظ عليها. نجحت جهود قبلية بمحافظة إبليون